عندي طبعا 4 أولاد بفضل الله، بنتان وولدان. الثلاثة الأول ما كان التأثير كبيرا لأنه هم كانوا كبارا بفضل الله، كانوا بعد 15 سنة من العمر استوعبوا شيء من الصدمة أو مما يجري. لكن الصغير عانى كثيرا لأنه أيضا ولد هنا وكبر وكان في الابتدائية، والأولاد يأتون بصورتي أنا مثلا أمامه ويمزقون صورته أو يقولوا أنت ابن إرهابي ولا من هذا القبيل، رغم أن الذين كانوا يأتون والأطفال الذين كانوا يقولون هذا الكلام ما كانوا من النرويجيين، كانوا من المسلمين. غريب. نعم. فإدارة المدرسة كانت جدا متعاونة معنا، ونحن أيضا نتعاون معهم. عادة كنا نجتمع معهم في أمر الأطفال، وأيضا لكوني كنت مدرسا أصلا لابد من متابعة مثل هذه المسائل، لأن المدرسة والأسرة والمجتمع كلها إذا كانت توجيهاتها واحدة ممكن تؤثر على شخصية الإنسان بصورة متزنة أكثر. فكنت أحاول معهم أن لا يكون التأثير عليه سلبيا كبيرا بحيث ينفلت من أيدينا، خصوصا هو من فضل الله عز وجل علي وعليه ولد طبعا أو كبر وهو في هذه المشاكل، لكن جسمه ضخم صغير لكنه يده مثل يدي، وجسمه كبير وعنده قدرة عضلاتية كبيرة، يعني شكل قوة ردع. نعم، قوة ردع. لو 3 4 يهاجموه ما يستطيعوا يسقطوه يعني، وما زال بفضل الله يعني بقدر طولي إذا ما يكون أطول، وما زال هو في عمر 14 من العمر يعني. فالتأثير كان أحيانا سلبي عليه، يشكو بعض الأحيان، وبعض الأحيان كان ينضبط أو يكتم في نفسه يعني. نعم، لكنه ما كنا نريد أن يكتموا، كنا نريد نحن والمدرسة أن يعبر، لأن كل ما يعبر نعرف ممكن توجيهه يعني. والغريب طبعا إخوانه وأخواته الآخرين، أخته الكبيرة بفضل الله عز وجل عندها ماجستير في الصيدلة الآن، يعني من رحمة الله عز وجل بي أنه كنت معهم هذه السنين ال7 حتى أوجههم في مدارسهم أيضا. يعني وجودك في البيت كان عاد أيضا عليهم بنفع كبير. نعم، رحمة كبيرة بفضل الله عز وجل، لأن البنت كملت الماجستير وهي في 23 من العمر ما شاء الله، والابن في الصف الخامس في الكلية الطبية، والبنت الثانية ظلال في الجامعة باقي لها سنة تدرس اللغة العربية. الذي ولد هنا سألوه في المدرسة قالوا ماذا تريد أن تصبح وإخوانك وأخواتكم متقدمين؟ قال أريد أن أصير بيشمركة أن يصير فدائي فدائي كردي. نعم.